الا راكي تحبي الشربة تاع فيرميسيل وما تجيكش بنينه، اروحي نعطيك جميع اسرارها على طريقتي انا. راهي وصفه اكثر من رائعه، ونعطيلك تاني حتى لو كانت تقعد لك يومين 3 ايام تقعد جديده، خاصه رمضان. يعني وصفه هذه ماركوها لكم من رمضان، وصفه رائعه ووصفه ناجحه، واللي ياكلها عندكم يطلب لكم يقول لكم اعطولي الوصفه. واللي راهي حابه هذا الخبز راه درته في القناه هذه، يعني حطوا برك تلقاو وصفه رائعه ثاني تاع الخبز بسميد. واللي راه يعني حابه تجي تزورني في قناتي الثانيه كويزين مروان، هذه هي، ارواحوا وشوفوها، راهي خاصه بالحلويات. كما راكم تشوفوا انا هنا استعملت كل شيء هنا على ضربه واحده، يعني في العشوار ديروا كل شيء على ضربه واحده. دوك تشوفوا معايا يعني على وقفه ما تتعبوش، خاصه يعني اللي يخدموا راهي اكسبريس. نجو نديروا طوماطيش تاعنا. الا كان عندكم الطوماطيش كبيره تنجموا تستعملوا وحده برك، ولكن انا كي جات يعني طوماطيش تاعي صغيره استعملت غير وحده. هنايا ثاني بالنسبه للبصل، الا كان عندكم بصله كبيره استعملوا وحده، الا صغار ديروا زوج. يعني ما نستعملوش الثوم، شربة فرميسال يعني ما يجيش فيها الثوم. بالنسبه للتوابل انا هادو هما، يعني حنايا تاع بجايه نستعملوا القرفه في الشربه فرميسال تاعنا، وحتى يعني تاع الاخر حنا القبايل نستعملوا بزاف القرفه. فوالا كما راكم تشوفوا نديرو تاني الطماطم المصبره، يعني لاشوار هذاك حبسني مباش يخدم عليها وليت لهذا. بالنسبه للتوابل فلفل احمر كبيره، مغرف كبيره، قرفه تاني، درت فيها القزبر والملح. واللي راهي حابه دير جombo دير، اللي ما يعني اللي ما تحبش الجombo لانه ماشي صحي، اروحي القناه تاعي كويزين مروان، تلقاي الوصفه تاع جombo صحي درناه في الدار. هنايا بالنسبه يعني للدجاج كما تعرفوا، يعني الدجاج ما يطلقش ليدام. درنا مغرف تاع مارغرين وزدنا شويه تاع الزيت كما شفتم قبيله في الاشوار تاني درنا شويه تاع الزيت. ولكن نزيدوا، ولكن نتوما الا درتو يعني الغنمي ولا اللحم راه يطلق ليدام، عليها درت انا يعني شويه زياده لان الدجاج يعني ما فيهش ليدام. من بعد نجو نديروا الحميصه تاعنا. اهم حاجه انكم تخلوا كل شيء يتقلى لكم على الاقل نص ساعه. اكيد القزبر لازم في الشربه، يعني نخلوه يتقلى في غرضو. ومن بعد نجو هنايا مادام فيرميسال، يعني فيرميسال تحب هكا الخضراء، انا هذه هي اللي درتها. الا عندكم القرعه تنجموا تستعملوها. يعني انا دوك تشوفوا يعني دوك تشوفوا كيفاش نخدمها، خليكم برك معايا. وبالنسبه هنايا للماء لازم الماء يكون سخون. انا دات لي 2 لترات، ولكن كل واحد واش راه يخدم. يعني الا خدمتوا بلا كونتيتي اللي خدمتها انا راكم يعني تدوا لكم 2 لترات، ومع الطياب وكل شيء تولي لكم 1 لتر ونص. من بعد نجو نحركوه كامل. هنا كما قلت لكم بعد ما خليناه تقللنا غطيناه تقللنا، يعني درنا له هكا تقللنا 30 الى 40 دقيقه على النار هادئه باش مرقنا له. وهنايا حاجه اللي مهمه خاصه لرمضان، كي تجو ديروا، انا يعني داني كاس كامل هكا يعني 100 غرام، نجي نقليه باش كي نحطو في المرقه تاعنا عفوا ما راش رايح يولي لنا عجينه ويولي لنا كيما يعني كي تاكلوه تحسوا انكم تاكلوه في عجينه. لا كي ديروه كيما هكا يحكم الشكل تاعو، يعني حتى لو غدوه تعاودوا تحموها تعطي لكم الذوق رائع اصلا وتزيد تشد روحها. فوالا هنايا بالنسبه للخضره انا نحب نديرها هكا على طريقه ماما وجداتي، يعني بغير بالفرشيطه ما نديرهاش بالميكسر. وبالنسبه لهادو انايا واحده زروديه ما خدمتهاش، عطيتها لوليدي ياكلها بصحته. وزدت درت 2 تاع البطاطا هادوك هرستهم ومع وحده زروديه. اما الجزر الاخرى راني نحيتها عطيتها للابن تاعي. من بعد ما غلتنا جبتنا غليه الاولى، يعني من بعد ما حطينا له الطوماطيس عفوا البطاطا هذيك مع زروديه، نحطو الفيرميسال تاعنا نخلوه يطيب لنا حوالي 5 دقائق. ولكن نتوما الا ما حمصتوش دقيقتين جبدوه على الغاز غطوه وخلوه يطيب في السخانه تاع المرقه، يعني 2 دقائق، لانه كون تخلوه بزاف راه رايح يطيب معاكم بزاف تولي لكم عجينه. يعني وكان تعاودوا تزيدوا تحموها يعني ما تقدروش تاكلوها كانكم راكم تاكلوا في حاجه يعني معقرون ولا هكا. عليها قلت لكم سيو حمصوها، الا ما حمصتوهاش 2 دقائق ونحوها، الى حمصتوها 5 دقائق ونحوها. فوالا هذه هي، راني نورمالمون عطيت لكم كامل الاسرار اللي نديرهم انا، والله تجيكم بنينه خطره الله الله. وانا يا رفقتها مع هذا الخبز اللي قلت لكم روحوا ولوا للقناه تلقاو هذه الوصفه تاع الخبز، هذه القناه تاع ذوق وبنه.
نديرو هكا اكيد عصيره يعني تاع القارص، واكيد ناكلو معاه فلفل مرقد هكا. المهم البنات الا عجبت لكم الوصفه ما تنسونيش بالتشجيع تاعكم، لانكم على بالكم بلي هذه راهي قناه جديده باش ان شاء الله القناه تكبر، وبالتشجيع تاعكم باللايك تاعكم والكومنتات تاعكم ان شاء الله نوصلوا بعيد ونزيد لكم في الوصفات اللي عندي. انا معنيه غنقول لكم استودعكم الله الذي احبكم فيه. سلام.